لله الذي بلغنا مواسم الخيرات، والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وقام. وبعد، إخوة الإيمان، إن من تمام فضله سبحانه وعظيم لطفه أن امتن علينا بمواسم الخيرات مضاعفة للحسنات وتكفيرا للسيئات، فخلق سبحانه واختار لأمة المختار كما جاء في القرآن: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فخلق الله تبارك وتعالى الجنة واختار منها الفردوس الأعلى لعباده المخلصين، وخلق الأماكن واختار منها المساجد لعباده الصالحين، وخلق الخلق واختار منهم البشر، وخلق البشر واختار منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. صلوا على رسول الله. وخلق سبحانه الليالي واختار منها ليلة القدر، وخلق الأيام واختار منها يومكم هذا يوم الجمعة، وخلق الشهور واختار شهركم هذا الذي تستقبلون ثاني أيامه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وتأتي الحكمة من هذا الاصطفاء وهذا الاختيار ليستدرك الله لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم ما فاتها من الخيرات، وتدرك الأمم السابقات في الأجر والثواب والحسنات الذين كانوا يعمرون بآلاف السنوات. قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح وهو يشتكي لربه سبحانه عز وجل: يا ربي أمتي أمتي. جاء في الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله عز وجل على أعمار أمته وعلى أعمار الأمم السابقة، فبدت له أعمار أمته قصيرة، فقال: ربي جعلت أمتي أقصر الأمم أعمارا وأقلها أعمالا. فقال الله عز وجل: يا محمد صلوا على رسول الله، لقد فاضلت أمتك بمضاعفة الحسنات. يا محمد لقد فاضلت أمتك بمضاعفة الحسنات. فالعبرة إخوة الإيمان ببركة الأعمار لا بطولها. فشهركم هذا الذي تستقبلون أو استقبلتموه يوم أمس فيه من الخيرات ومن البركات ومن الحسنات ما جعل كليم الله موسى عليه السلام يتمنى أن يكون فردا منكم يا أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال موسى: ربي ما شهر رمضان؟ فقال الله تعالى: شهر رمضان اخترته لنفسي وأعطيت فيه لأحمد وأمته. فقال موسى: يا ربي وما أعطيت فيه لأحمد وأمته؟ فقال الله تعالى: يا موسى سمائي وأرضي يستغفرون لمن صام رمضان، وإني آمر حملة عرشي كلما دعاني صائم رمضان
من الجنان. فقال موسى عليه السلام: ربي بسطت الخير كله لأحمد وأمته فاجعلني من أمته. فقال الله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ولما كان هذا الشهر بهذه الأهمية لم يسع أمين الأرض محمد عليه الصلاة والسلام إلا أن يؤمن على دعاء أمين السماء جبريل عليه السلام، وهو يدعو ويقول: من أدركه رمضان ولم يغفر له فلا غفر الله له. فقال عليه الصلاة والسلام: آمين آمين آمين. وليس هذا التأمين إلا لما أودعه الله سبحانه عز وجل من كثرة الحسنات في شهر رمضان، وإدبار أولئك الذين لا يغتنمون فرصة هذا الشهر في طاعة الله تبارك وتعالى. فاللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإسلام وأحسن الختام. اللهم كما سلمتنا رمضان فاستلمه منا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. آمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على فضله وإنعامه، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي رغبنا في اغتنام صيام شهر رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت أول ليلة من رمضان نادى مناد من قبل الله تبارك وتعالى: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فافعلوا الخير دهركم عباد الله، وتعرضوا لنفحات ربكم بتلاوة القرآن والمحافظة على الصلوات الخمس والتراويح وراء الإمام، والصدقة والصيام والعطف عن الأيتام والكف عن الغش في السلع في شهر رمضان، واستغلال المواطنين وزيادة الأسعار والابتعاد عن الغيبة والنميمة وهتك الأسطار والإدمان على القمار ومشاهدة الفجار عبر مواقع التواصل ونقل الأخبار التي تقلل من أجر الصلاة والصيام والقيام وتذهب الأنوار والأسطار. فاللهم وفقنا لحسن الصلاة والصيام والقيام. اللهم يا رب تقبل منا صيام شهر رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا واستلمه منا متقبلا. اللهم اغفر لنا في هذا الشهر ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم تب على عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل توبة التائبين. اللهم تقبل صلاة المصلين وصيام الصائمين. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واحفظ بلدنا الجزائر من كيد الأشرار الظالمين. اللهم اجعله بلدا أمانا سخاء رخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحم شهداء الجزائر وتقبلهم في عبادك الصالحين. واحفظ لنا إخواننا وآباءنا المجاهدين يا رب العالمين، وكل إخواننا في أهل غزة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.